المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مباشرة في صلب الموضوع نهضروا بالحق وبلا نفاق. اليوم بان لينا بالملموس أن بعض العرب اللي كنا كنظنوا غادي يوقفوا معانا ويوقفوا مع لاعب كبير بحال أشرف حكيمي هما أول ناس خانونا. واش كتصوروا معايا؟ ناس من لحمنا ودمنا اختاروا يصوتوا ضد لاعب عربي مغربي غير باش يطلعوا أسماء أخرى للفوز بالكرة الذهبية. والمصيبة الكبيرة أن حتى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عطى الإشارة أنه ما كيشوفش فيه قيمة اللي كتستاهل الدعم. واش هذا معقول؟ واش رئيس نادي بحال باريس اللي كيملك لاعبين كبار ومن بينهم حكيمي ما قدش يساند نجم ديالو؟ هذه ماشي غير قلة تقدير، هذه طعنة في القفا قدام الملايين ديال الجماهير العربية والمغربية اللي كتعرف قيمة حكيمي. واش نقولوا أن هاد الناس فقدوا البوصلة، ما بقاش عندهم لا مروءة لا ضمير لا حتى إحساس بالانتماء، كيبيعوا المواقف ديالهم غير باش يرضيوا مصالح وأجندات معلومة. وبينما الجماهير العربية كتشوف في حكيمي أمل وفخر، هاد الوجوه البائسة اختاروا يحطموه. ولكن واش قدروا يطيحوا نجم بحال حكيمي؟ لا وألف لا، لأن أشرف حكيمي ماشي غير لاعب كرة، هو رمز ديال الجدية، ديال التضحية، ديال اللاعب اللي طالع من حي شعبي بسيط ووصل للقمة بعرقه الجبين، رمز ديال المغرب اللي ما كيعرفش يستسلم. شنو مازال خاصو يقدم باش ينال الكرة الذهبية؟ اللي داروا هادو غادي يبقى مسجل في التاريخ، وماشي غير تاريخ الكرة بل حتى تاريخ الخيانة. وواحد النهار ملي الناس غادي تراجع هاد الصفحات غادي تكتشف أن حكيمي كان نجم كبير وكان خاصو يربح كل شيء عن جدارة. هذه هي الحقيقة اللي خاصنا نواجهوها. العربي في بلاصة ما يوقف مع العربي كيولي أول واحد يحفر ليه، وهذه أكبر مصيبة. الخليفي ماشي صحافي، ماشي ناقد، هو رئيس نادي كبير وكان خاصو يساند حكيمي لأنه جزء من الفريق ديالو، ولكن بان على حقيقته، باع المروءة وباع حتى لاعب من دمه في الميدان. غير هو واش هاد الشيء غادي يضر حكيمي؟ مستحيل، لأن اللي كيبني نفسه بالحقيقة والجدية ما كيتأثرش بخيانة رخيصة. العالم كيشوف، الجماهير كتعرف، واللي كيعشقوا الكرة كيعرفوا أن حكيمي من أحسن اللاعبين اللي مروا من جهة اليمنى في التاريخ الحديث. أشرف حكيمي غادي يبقى رمز مغربي عربي عالمي، وهادوك اللي خانوا غادي يبقوا ديما مفضوحين، أسمائهم غادي تدوب وسط العار وتبقى غير وصمة سوداء في الذاكرة. والأيام غادي توري أن اللي كيصوتوا بالغدر كيتنساو، أما اللي كيصنعوا المجد بعرق الجبين كيبقاو في أمجاد التاريخ. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء.